القصة تاع اليوم هي أغرب قصة راح تسمعها في حياتك. دائما ما كنت نسمع قصص الاختطاف، ولكن في أغلب القصص كان المختطف يظهر بعد شهر، عام أو أيام، وفي أسوأ الحالات لن يجدوه على قيد الحياة. ولكن قصة الطفل عمر بن عمران ذو 16 عاما كانت أمر مختلف. في عام 1996 يختفي هذا الطفل عمر في ظروف غامضة. في هذاك الوقت هذا الطفل كان عنده 16 سنة، بحيث أنه أهله قعدوا يبحثوا عليه لمدة 27 سنة كاملة ولم يجدوا له أي أثر. ويصادف أنه هذا الطفل عمر كان عنده كلب، وهذا الكلب كان يتبعه في أي مكان يروح له. وإذا به في يوم من الأيام الأم هذيك تلاحظ أنه هذا الكلب راه دائما يوقف عند الباب تاع جارهم. لهذا الأم كانت تطلب من أولادها أنهم يروحوا يبحثوا عند هذاك الجار، ولكن الأولاد كانوا يعرفوا هذاك جارهم وكانوا يقولوا لها مستحيل أنه يختطفوا ولا يدير حاجة كما هذه، ولهذا لم يتكبدوا العناء أنهم يروحوا يبحثوا عنده. المعلومات اللي راني نجيب فيها على حسب الأقوال تاع جوارينهم أو جوارين تاع هذه الضحية. أمه حاسة باللي بنها راه قف الجار، راه عند فلان وروحوا شوفوه، يقول لها ودي خلينا العزوز ما كان والو. تلقات محشك الكلب مادام الكلب ثم ومالف يتبع ابني، وقلت له السيد راه ابني، قالت له هو ولا راه ثم، روحوا شوفوا. وبالرغم من أنه فاتوا سنين على اختفاء ابنها، إلا أنها قاعدة متمسكة بالهضرة تاعها أنه جارها عنده يد بالأمر، وكانت دائما تزعم أنه جارها احتمال كبير أنه قتل ابنها وراه دافنه في الدار عنده، ولكن ما كانش ليصدقها. وقدر الله أنه بعد أعوام من البحث تتوفى أم الضحية رحمة الله عليها، وبدون أن تسنح لها الفرصة أن ترى وجه ابنها مرة أخرى. ولكن بالرغم من كل ذلك الكلام تاع أم الضحية حول أنه اعتقادها بأنه جارها هو اللي عنده يد بالأمر، كان قاعد يدور بين الناس. هذه الفكرة كانت قاعدة تدور بالناس، وكانوا إخوان الضحية دائما ما يطلبوا من هذاك الجار أنه يخليهم باش يفتشوا هذاك الدار اللي راه ساكن فيها باش يقراوا الشكرك، فاهم كيف؟ ولكن هو كان دائما ما يرفض، وهذه الحاجة اللي خلات إخوان الضحية والناس اللي ساكنين ثم في ذيك الحومة يشكوا فيه أكثر وأكثر. وهنا إخوان الضحية عطاوا لهذاك الجار خيارين، يا إما يخليهم يحوسوا في ذيك الدار أو أنهم يوصلوا الأمر للشرطة. وهنا ما كان عند هذاك الجار حتى أي خيار آخر إلا أنه يسمح لهم أنهم يبحثوا في ذيك الدار. المهم حوسوا الفوق تحت يمين شمال ما صابوش، إلى أن راحوا للزريبة. وهنا كانت الصدمة، وين لقاو أخوهم اللي كان مفقود منذ 27 عام كاملة، اللي كانوا يعتقدوا أنه توفى منذ 27 عام كاملة مازالوا حي. يعني هذا الإنسان كان مختطف لمدة 27 عام كاملة. والحاجة اللي كان تحير في هذا الإنسان أنه كان قادر يهرب، لأنه ما كانش مقيد، يعني كان قادر يفتح الباب ويهرب بكل بساطة، أو على الأقل يطلب بالنجدة والناس اللي سمعوه من حوله رايحين يجوا عنده وينقذوه. وبعد التحقيق مع الضحية باش يسألوه علاه ما هربش وعلاه ما دارش كاش جاست، قال لهم بأنه كان يشوف الأب تاعو يفوت عليه ولكنه ما كانش يقدر أنه يناديه. وهذه الحاجة اللي خلات الناس تعتقد أنه هذاك الإنسان اللي اختطفه قام بسحره باش ما يتكلمش. هي في الحقيقة الفيديو كان راح يكمل هنايا، ولكن لامين الحبشة كان عنده رأي آخر حول ذاك المختطف اللي في ولاية الجلفة. يا جماعة الجلفة خلونا نعيدو كي نعيدو بعد جيبونا كاش فيلم جديد. أباكم جيبونا كاش ما باليش واحد ما باليش أنا فاني أباك عنده 50 سنة ما بانش ولا حاجة. جيبونا حاجة جديدة فاني أباك كاش فيلم أخرى، فيلم وصرات شباب لي بلاتفورم نتفليكس أباك دوك هذيك هذا أباك دوك يقراو عندكم أباك يولوا باش يديروا لي فيلم أباك السيناريو بالكتيبة وكل شيء. فيلم تاع الخوف ومصرات شباب أنا ماشي وحنا يا باك الشعب تاعنا ماشي واعي غير تاع السحور حوايجات وباك يا من كل شباب. وكما راكم تشوفوا لامين الحبشة خرج لنا بالراي تاعو اللي ما كاش اللي سالوا عليه. على هذا السبب من هذا المنبر نقول لامين الحبشة يحمد رايك سي لامين. وبما انكم وصلتوا الى هذه الدقيقه من هذا الفيديو، واش رايكم لو كان تعطوني الراي تاعكم حول هذا الموضوع وحول واش قالوا امين الحبشة حول هذا الموضوع تاع هذاك المختطف. المهم كان هذا كل شيء لنهار اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه. كان معكم الديزاكس، لايك واشتراك، ودمتم سالمين.